فاكرين العميل اللي بعت لنا صورة الحوض مستورد وقال لي يا يوسف أنا عايز حوض زي ده بالظبط، وأنا رديت عليه ساعتها بكل ثقة وقلت له هطلعه لك زيه، نفس المقاس نفس القعدة ونفس الألوان وأحسن كمان. الفرق الوحيد هو الكيرف اللي قدام ده محتاج اسطمبة مخصوص، غير كده كل حاجة هتطلع أقوى من البريميوم نفسه. وزي ما انتوا شايفين عندنا مفيش حوض بيطلع من المكان غير لما يتجرب أيام كاملة، بعد اللزق، بعد ما ينشف، بعد التنضيف، اختبار ورا اختبار، لأن الحوض ده مش منظر وخلاص، ده أمان وعمر وثقة. وبعد كده دخلنا على القاعدة دي متينة جدا جدا ومعمولة من الإكريليك اللامع، يشيل ويعيش سنين. ولما حطينا الحوض عليها ظهرت الحقيقة، المقاس بالملي نفس الشكل ويمكن الفينش يكون أعلى. ودلوقتي هنخش على الجزء الأهم، هو الأوفر فلو، لأن العميل طالب مواصفات خاصة جدا، وهسيب لكم التعليق الصوتي علشان تشوفوا الشرح بتاعنا مع بعض. ده طالع من البامب رايح على ده، وده رايح على ده، وده رايح على ده، وده هيروح على البامب اللي هنا برضه. دي بقى ممكن تشيل ده لو مش عايز تشغل البامب الأخير بالخرطوم الأخير اللي زي ده. ممكن تشيل المشترك دوت وتركب الخرطوم ده هنا، ماشي، تحت هنا، وتلغي ده خالص. بس انا هشغل الاتنين، يعني انا هشغل دوت وهشغل البومب اللي هنا التاني، فاهمني؟ مركبتش اي حاجة هنا، مستنيك تقول لي اعملها بميل، ماشي، بزاوية زي كده، بأي طول انت عايزه. انا لسه ما لحمتش دي، ماشي، بأي طول انت عايزه، او عايزها زي كده مواسير كبيرة تحت المية. شوف انت حابب ايه اكتر وعرفني. اه، طبعا المنظر ده لما يكون تحت المية يبقى وحش جدا يعني، فاهمني؟ فغير لما يكون كده. بص لما تيجي تركب دي كده، لفي، غير لما يكون المنظر ده كده. فشوف انت حابب ايه اكتر وعرفني. ايه رأيك كده؟ ماشي، وده التاني. ايه رأيك في الفكرة ديت؟ حلوة. برضو لميت الخراطيم خالص، ماشي. كده برضو لميتهم، ماشي، بقى كل اتنين لوحديهم. عايز تصغر بقى الخراطيم دي عادي، ممكن نصغرها عادي، ماشي. زي تبقى شبه كده. شوف اللي انت حابه وانا هعملهولك. مش عارف بقى دول هيضموا على بعض ويمسكهم في بعض ولا لأ، هجرب. ده كده الشكل النهائي للحوض الأساسي، التحدي اتعمل والشغل اتنفذ. وبنغلف الحوض بالكامل استرتش وكرتون تقيل، وبعد كده لزق واسترتش تاني عشان يوصل للعميل زي ما طلع من عندنا بريميوم. ودلوقتي الحوض على العربية وفي طريقه لصاحبه. أنا يوسف وحيد، وده شغل التحديات مش أي شغل. سلام.